السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة ميليسا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم بألف خير. اليوم جبت لكم وصفة الكحك الغربولة، الكحك الوهراني جاي طري وهشيش وقمة في البنة تاعو والريحة تاع الزرارع هذوك راها تشهي البنات. جربوه وما راحش تندموا. راح نبداو بالمكونات: كيلو حليب، كيلو سكر، راح نديرو ملعقة كبيرة ونصف من خميرة الخبز، راح نضيفو كيلو ماء، نخلطو كامل المكونات كما راكم تشوفوا البنات، ونخلوها تخمر حوالي 5 دقائق او 10 دقائق. يعني بلا ما شفنا هذوك الفقاعات بداو يظهروا لنا من الفوق. راح نضيفو حبة تاع البيض، راح نديرو رشة تاع ملح، ملعقة كبيرة من مبشور الليمون، وساشي من الفاني. وهنا راح نديرو الزرارع وكيلة من نصف كيلة من الزيت. عفوا الزرارع هما درت البسباس ودرت حبة الحلاوة ودرت الشنان، ميكسيتهم كامل في الميكسار. يعني طحنتهم، تقدري حتى ديريهم بالمهراز يعني بالأداة اللي عندك. ودرتهم في المكونات تاعي اللي راني نحضر فيها قدامكم. راح يعطوكم بنة رائعة جدا جدا للكحك تاعنا. هذا الكحك كيما الكحك تاع زمان، راح يجيكم بنين 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 وطري، وما يجيش معجن من الداخل ولا يابس، ويجي حمر الله الله من الفوق. هنا راني نضيف الفرينة بالتدريج، يعني ضيفوا بالكيلة. هذه الكيلة الزوجة اللي راني ندير فيها انا، ماما مدت لي حوالي 4 كيلات ونصف. انتيا على حساب الفرينه تاعك، كاين فرينه اللي تشرب وكاين اللي لا. يعني ما تكثريش، خلي العجينه تاعك يعني تكون شويه متماسكه وماهيش تتلاصق في اليدين. الكحك هذا من اروع ما يكون البنات، تقدري ديريه في المناسبات. يعني رانا في الصيف، يعني تقدري ديريه في المناسبات تاعك، يعني يجيك ضيف ولا على غفله ولا تكوني موجدته، تقدري حتى تخبيه في الكونجيلاتير، وكي يجيك ضيف ولا تجبديه كي شغل هذا وين طيبتيه راح يجيكم ما شاء الله. والبنه تاعو رائعه رائعه كيما كانوا يديروه اماتنا بكري. هنا كيما راكم تشوفوا البنات، هذه الكيلة الرابعة كيما راكم تشوفوا. خلطي كامل المكونات حتى تتماسك لك العجينة مليح مليح. هنا راني نلم غير بيديا حتى من بعد راح ندلكوها. هنا راني نضيف غير بالعقل حتى تتلم لنا كامل العجينه كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا. هنا كانت شويه تتلاصق لي مع طاولة العمل كما راكم تشوفوا. هنا راني ندلك فيها، دلكيها حوالي دقيقتين او 3، ما تدلكيهاش بزاف، يعني ما يحتاج الى يعني دليك بزاف. هنا كنت ندير في يدي الزيت باه ما يوليش يتلاصق لي، باه ما نزيدش الفرينه. كون تزيدي الفرينه راح يجيك ناشف وراح يجيك يابس، ما راحش يجيك نهائيا شباب ويجي كيما تاع بكري. هنا راني ندلك فيه مليح مليح ونخليه يخمر. هنا نسيت باه نقولكم بلي راح نضيفوا 2 باكي خماره. عفوا راح للمقطع الاول على بها وريت لكم هذه اللقطه. نديروا 2 خميره الحلويات. وهنا بعد ما خمرت لي العجينه تاعنا راح نديروها كويرات. تقدري تستعيني بالميزان الالكتروني، يعني باه تجيك كل حبه كيف اختها. انا درت عيني ميزاني كما راكم تشوفوا، درتهم نبولات يكون الحجم تاعهم شويه متوسط، لخاطرش من بعد انت تشوفيها هكا الحبه صغيره بصح من بعد كي ديريها وتخليها تخمر وديريها طيب راح تكبر الحبه، يعني الحبه تاعك راح تجي ما شاء الله كبيره وباهيه. كما راكم تشوفوا راح نكملوا كامل العجينه اللي عندنا. شوفوا الملمس، شوفوا راه يبان لكم كيف راها العجينه شويه تتلصق في اليدين. عاونوا يديكم يعني بها بالزيت. حاولوا الكويرات هذو كامل، هذو النبولات حاولوا ديروهم
يعني بحجم واحد باه يجيكم الحبات قاع كامل كيف كيف. هنا هذه الكميه اللي درتها قطعت لي كميه كبيره بزاف بزاف، يعني جاني كونتيتي ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا درت له كيما طريقه تاع السفنج، يعني نحلوها في الوسط ايوا نقعدوا ندركوا فيها يعني مع الحواشي، باه من بعد كي تنتفخ ما تجيناش معجنه من داخل، ما تجيناش يعني ملحمه يعني من الداخل، لازم تجينا شويه طريه وفارغه. كيما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه الصحيحه تاعها. وراح نحكموا مقص ولا السكين تاعك، وراح ديري لها هاد الخطوط كيما راكم تشوفوا مقطعها هكا مع الحواشي كامل. هذا الكحك كانوا يديروه اماتنا بكري، كنا نحبوه نديروه مع القهوه، نحبوا نشربوه، يجي حاجه مليحه ومسكره، يعني حاجه حلوه راح يحبوه ولادكم، راح يحبها الزوج تاعك. ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم واستفدتوا. واللي راها مبتدئه تتبع كامل الفيديو اللي راه حتى الاخير باه تعرف الطريقه الصحيحه ليه. هنايا راح كي نديرو هكا كي نخدموه كويرات كيما هذو اللي راكم تشوفوا فيهم، راح نخلوه يخمر يعني على حساب يمكن ربع ساعه يمكن 20 دقيقه. احنا نشوفوا يعني الحبه تاعنا كي تنتفخ، يعني تولي الحبه منفخه، ثم راح نديروا لها البيض يعني من الفوق، ونديروا لها السانوج، ونشعلوا ونكونوا مشعلين الفور على 180 درجة، نشعلوا من تحت كي طيب لنا من تحت نشعلوا من فوق. هذه طريقة الطياب راها واضحة، يعني كامل الوصفات تاعنا نطيبهم بهذه الطريقة. هنا البنات كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقة، راح نقصوا بالمقص هكا مع كامل الحواشي تاعه. صدقوني البنات ما شاء الله ما شاء الله، هذا الكحك كامل شكروه قالوا لي جا ما شاء الله في البناء تاعو. ميم هذوك الزرارع اللي درتهم هذوك عطاوه بنه رائعه رائعه جدا، هما اللي يخلوا الكحك تاعك بنين والريحه تاعو توصل حتى للجار. جربوه وما تندموش، والطريقه ناجحه جدا جدا 100%. يعني مش راني نحط لك غير وصفه غير هكاك، كي نحط لك وصفه نحط لك وصفه ناجحه 100%. يعني نهار اللي ما ندير وصفه وما تعجبنيش وما تنجحش انا ما نحطهاش، بس نهار اللي تكون عندي وصفه ناجحه راح نحطها اكيد، وان شاء الله تستفادوا كامل منها. نخلو الكحك تاعنا يخمر يعني حوالي ربع ساعه او اكثر، يعني على حسب الجو اللي عندك. هنا بعد ما اختبرنا كما راكم تشوفوا راها الحبه تنفخت، راح نجيبو صفار بيضاء مع القهوة وراح نحطوه فوق الكحك تاعنا كما راكم تشوفوا. هذه هي الطريقة الصحيحة تاعو. هنا التزيين اختياري، يعني انا درت جلجلان هكاك خضر باكي ندخلو للفور يعني يتحمر، نحتاج انه نحمرو. راح نضيف او كامل من الفوق، ما تنسوش تكونوا مشعلين على الفور من تحت على 180 درجة. راح نكمل كامل الحبات بعد ما يخمروا، يعني هاد الخلطة تاع البيض حتى يخمروا، وتكملي الطياب تاع البلا تاعك الاول، عاد باه تجيبي البلا الزاوج وديري له هذا البيض من الفوق. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات، واللي مبتدئه غير تجربوا راح ينجح لك من اول تجربه. صدقيني وصفاتي ناجحه 100%، وان شاء الله كامل تستفادوا البنات. هنا البنات الكحك تاعنا طاب ما شاء الله كما راكم تشوفوا، جا حميمر من تحت وحميمر من الفوق. الله الله. ديروا بابي كويسون من تحت، ولا ديروا زيت وفارينه باه ما يسقلكمش الكحك من تحت. وهنا نقول لكم شهيه طيبه، واللي ماهيش متابعتني وديرت لي جيم للفيديو ما عليها غير تابعني ودير لي جيم للفيديو ليصلك جميع الوصفات الناجحه من قناتي، وان شاء الله كامل تستفادوا. وبارك الله فيكم،
وفي امان الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، كملوا الفيديو الى الاخير. الى اللقاء.